كنت بفكر اتوقع اللي هيصعد من كل مجموعة واقول وجهة نظري يعني، بس بعد كده فكرت وقلت طب ما نيجي نعمل حاجة مجنونة ونخلي الحظ والقرعة هو اللي هيتوقع مين اللي هيصعد. عشان كده حانت اللحظة دي، هنتوقع اللي هيصعد من القرعة العشوائية وهنشوف مين اللي هيوصل للنهائي وهيتوج باللقب. حاجة كده نار يعني. ربنا يخليني ليكي يا امي. كل واحد من دولت فيه الاربع فرق بتوع كل مجموعه، وهم 8، يبقى ال8 في الاربع فرق بال32 منتخب اللي معانا في كاس العالم. ومش بس كده، كمان هنشوف مين هيبقى افضل لاعب في البطوله ومين هيبقى هداف البطوله وهيجيب كام هدف. معانا 13 لاعب من اللعيبه اللي هي مرشحه ان هي تكون افضل لاعب في البطوله او هداف البطوله. نشيل دولت دلوقتي عشان مش محتاجين، ويلا نبدا ونشوف مين المنتخبات اللي هتصعد والمنتخب اللي في الاخر هيتوج باللقب. نبدا كده بالمجموعة الأولى. هنشوف أول منتخبين. المنتخب اللي هيطلع الأول هو المنتخب اللي هيصعد في المركز الأول، والمنتخب اللي هيطلع الثاني هو المنتخب اللي هيصعد في المركز الثاني. أول منتخب في المركز الأول هيكون السنغال. يبقى احنا كده السنغال عندنا هيروح مركز أول هنا. هنشوف مين هيصعد كمركز ثاني ونحطه الناحية الثانية. هنشوف هتمشي زي الحقيقة ولا لا. يعني التوقعات بتقول السنغال وهولندا، بس اول واحدة هتكون قطر والسنغال، يبقى قطر هتنزل في المرتبة الثانية. وكده بقى المجموعة الأولى خلصت معانا. هناخد بقى دلوقتي المجموعة الثانية ونشوف هيقابلوا مين من المجموعة الأولى. هنشوف أول منتخب اللي هو هيلاعب قطر هيكون مين. أول منتخب هياخد المركز الأول في المجموعة الأولى هيكون إنجلترا. يبقى كده عندنا أول مواجهة في دور ال16 إنجلترا وقطر. تمام. بعد كده تاني مواجهة في دور ال16 اللي هتكون مع السنغال، اللي هو تاني المجموعة التانية، هيكون فريق ويلز. يبقى كده عندنا السنغال هيلاعب ويلز، وكده المجموعة التانية خلصت. بعد كده دلوقتي هنخش في المجموعة التالتة ونشوف مين فيها هيبقى الأول ومين فيها هيبقى التاني. المجموعة التالتة الأول فيها السعودية، طبعا حاجات لا تمس للواقع بصلة. يبقى كده عندنا السعودية، وهنشوف لو الأرجنتين ما صعدتش تبقى مصيبة، الناس مش هتكمل الحلقة، بس والله ماليش دعوة. هنشوف مين هيصعد تاني. أرجنتين. تمام. يبقى كده ايه الأرجنتين هنا. هنشوف مين هيلاعبهم من المجموعة الرابعة. الفريق الأول اللي هيطلع هو اللي هيلاعب الأرجنتين. هنشوف دلوقتي مين هيلاعب الأرجنتين، وهي تونس. يبقى كده عندك تونس هنا مع الأرجنتين. هنشوف بقى مين تاني المجموعة ديت اللي هيلاعب أول المجموعة اللي قبلها اللي هو السعودية. فرنسا. يعني تونس تصعد أول على فرنسا. ماشي. يبقى كده عندنا هم دولت المواجهات لغاية دلوقتي: السنغال وويلز، السعودية وفرنسا، انجلترا وقطر، تونس والأرجنتين. ويبقى كده المجموعة الرابعة خلصت. نخش على المجموعة الخامسة، نشوف مين فيها اللي هيصعد أول المجموعة. هيكون ألمانيا. يبقى أول المجموعة الخامسة ألمانيا. نشوف تاني المجموعة الخامسة، هيكون المفروض بقى اسبانيا، يعني عشان تبقى ماشية مظبوط. تاني المجموعة الخامسة كوستاريكا. يعني اسبانيا المفروض انها هتودع. تمام. كده المجموعة الخامسة خلصت. نشوف الستة، والمفروض ان الاول هنا هيلاعب كوستاريكا والتاني هيلاعب المانيا. الاول عندنا هو المنتخب الكرواتي، يبقى كده كرواتيا مع كوستاريكا. هنشوف بقى مين هيلاعب المنتخب الالماني. هتكون كندا. تمام. ماشي. يبقى كده المجموعة دي خلصت. نخش على اخر مجموعتين. شوف المنتخب اللي هيصعد كمركز اول وهو الكاميرون. شوف المنتخب اللي هيصعد كمركز تاني. تجربة بتعتمد على الحظ بس. صربيا. يعني البرازيل خرجت، تخيل البرازيل خرجت يعني. تمام. شوف بقى اخر مجموعة. قرعة بسم الله ما شاء الله زي الزفت.
يعني خرج البرازيل وخرج اسبانيا وخرج هولندا. عندنا غانا، ناقص ان البرتغال تخرج ويبقى كده خلاص. يعني غانا اول، يبقى كده هيلعب مع صربيا. شوف اخر مجموعة ونشوف مين اللي هيلعب مع الكاميرون. الحمد لله نصفتنا البرتغال. تمام، يبقى كده عندنا دور ال 16 بين انجلترا وقطر وتونس والارجنتين وكرواتيا وكوستاريكا وصربيا وغانا دوت على الجزء ده. على الجزء الثاني السنغال وويلز والسعوديه وفرنسا والمانيا وكندا والكاميرون والبرتغال. دلوقتي بقى اللي هيحصل عشان تبقوا فاهمين، احنا دلوقتي ده عندنا دور ال 16 اللي على الجنب ده، وده دور ال 16 اللي على الجنب دوت. فاحنا دلوقتي هنعمل قرعه بين الفرقتين دولت، السنغال وويلز. اللي هيكسب فيهم في القرعه ديت هو اللي هيروح في دور الثمانيه. هنعمل قرعه بين السعوديه وفرنسا، يكسب فيهم هنا هيروح في دور الثمانيه يلاعب مثلا السنغال لو كسبت، وهكذا تحت وهكذا هنا. وبعد كده نرجع نكررها تاني ونشوف الفرق من دور ربع النهائي لنص النهائي للنهائي. يلا بينا عشان انا اتحمست. هناخد كده اول فرقتين وهم السنغال ومعاها ويلز. ده بقى ايه يعني تبقى كتير، نرج فيها كتير كده وناخدها عشوائيه اهو. شوف اول فريق في الدور دوت هيكون، مش هيطلع اللي هيصعد ويلز. يبقى كده ويلز اول فريق في دور الثمانية. ناخد تاني فرقتين نشوف مين هيلاعب ويلز، وهو السعودية وفرنسا. السعودية وفرنسا. شوف كده الفريق اللي هيلاعب ويلز في دور الثمانية من كأس العالم هيكون فرنسا. تمام ماشي. بعد كده نخش على ألمانيا وكندا. انا مزعلني ان البرازيل مش موجود. البرازيل ازاي ده مرشح للقب. ماشي نشوف بقى ألمانيا وكندا. شوف مين فيهم اللي هيصعد. كندا طلعت ألمانيا. ماشي ماشي. بعد كده نشوف الكاميرون والبرتغال. مفاجآت المفاجآت، انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه. يا رب البرتغال. البرتغال وكندا. البرتغال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في النهائي. نشوف بقى الجنب دوت، هناخد انجلترا ومعاها قطر. انجلترا وقطر، نشوف مين فيهم اللي هيوصل دور الثمانية. هتبقى انجلترا. يبقى اول فريق في دور الثمانية في الجنب الثاني انجلترا. تونس والارجنتين. هي على الورق ارجنتين، انما ممكن تونس، ليه لا، معلول. هنشوف دلوقتي مين اللي هيصعد. يا معقولة واقعية كده، بدأنا نخش في مواجهات نارية. نشوف بقى دلوقتي الفرقتين. هي دي كانت مين؟ انا ما خدتش بالي. ليش بقى ايه؟ كوستاريكا وكرواتيا. تمام، كوستاريكا وكرواتيا اخر مواجهتين، اخر مواجهة في دور الثمانية. هنشوف طلعت مين. ده كوستاريكا الحصان الاسود للبطولة. ده كوستاريكا عاملة اداء لغاية دلوقتي ما حصلش. صربيا وغانا. صربيا وغانا هم اخر فرقتين في دور ال 16. شوف مين فيهم اللي هيصعد، صربيا ولا غانا. صربيا هتلاعب كوستاريكا. يبقى كده عندنا دور الثمانية في ويلز وفرنسا وكندا والبرتغال وانجلترا والارجنتين وكوستاريكا وصربيا. نعمل بقى نص النهائي. فهناخد ويلز ونحط معاها فرنسا ونعمل نشوف مين فيهم اللي هيصعد لنص النهائي، هل ويلز ولا فرنسا.
مش طبيعي اللي بيحصل ده. ويلز اول فريق في نص النهائي. كندا والبرتغال. لو البرتغال كملت يبقى البرتغال هتكمل في كاس العالم. لو البرتغال كملت معانا يبقى البرتغال هتكمل في كاس العالم. كتير كتير كتير. ماشي هات اي حاجه. انا خايف. البرتغال معانا في نص النهائي قصاد ويلز، رونالدو وجاريث بيل. ارجنتين وانجلترا. الارجنتين وانجلترا. نهائي ارجنتين وبرتغال زي ما الواحد بيتمنى، وكريستيانو يرفع الكاس في الاخر. تاني هات ارجنتين، طلع الارجنتين، انا موافق. ليونيل ميسي ورفاقه يودعوا كاس العالم من دور الثمانية ويتأهل انجلترا، وعندنا كوستاريكا وصربيا. تخيل بعد كل ده ويلز او صربيا او كوستاريكا هو اللي ياخدوا اللقب، اللي هو هيبقى منتهى الضحك. تاني عشان كنت باصص بس عليها. انا قلت لكم كوستاريكا هي الحصان الاسود في البطوله. يبقى نص نهائي كاس العالم ويلز، برتغال، انجلترا، كوستاريكا. انتوا متخيلين معايا احنا وصلنا لفين؟ يعني اتمنى يكون البرتغال وانجلترا على الاقل يكون كاس عالم واقعي. ناخد ويلز ومعاها البرتغال ونشوف مين اللي هيصعد. لحظة الحقيقة، لحظة الحقيقة. لو البرتغال وصلت يا جماعة يبقى البرتغال هتاخد البطولة بإذن الله. للأسف ويلز هي اللي صعدت للنهائي. طبعا دي حاجات ملناش دعوة بيها، ديت حاجة بتعتمد على الحظ ليس إلا. بإذن الله البرتغال هي اللي هتوصل النهائي، وبإذن الله كريستيانو هو اللي هياخد اللقب. شوف بقى هنا بقى كوستاريكا، ده كده بقى منتهى الضحك. طب ود انجلترا، يعني ود انجلترا خليهم ياخدوا لقب تاني، يعني انا موافق، انما ما تودليش يعني كوستاريكا. مش هتفرج على نهائي كاس عالم بين كوستاريكا وويلز يعني. ود انجلترا. ماشي انا موافق، انا ما عنديش مشكله. يبقى نهائي كاس العالم عندنا هيبقى بين انجلترا وويلز. المفاجاه بقى ان ويلز تلاقيها خدتها مثلا. عايزين بقى حبه ايه سسبنس كده. مين بقى اللي هيتوج بكاس العالم قطر 2022؟ في الاخر هتروح لويلز ولا ايه؟ مش عارف. يلا اخر حاجة عندنا في اللقب. ويلز ولا انجلترا؟ يبقى كده عندنا انجلترا هي بطل كاس العالم 2022 في قطر، وده طبعا مفاجأة في كل اللي حصل ده، فدي بالنسبة لنا مفاجأة. بس الحاجة الكويسة ان في الاخر انجلترا هي اللي تاخده، يعني مثلا مش ويلز، مش كوستاريكا، مش كندا، مش الفرق العجيبة اللي الواحد شافها ديت. فكده يبقى عرفنا مين هو البطل حسب القرعة والحصد العشوائي ده، وحان وقت الهداف وهيجيب قد ايه اهداف وافضل لاعب في البطوله دوت. فيه الهداف وهم 13 اسم، هحط لكم الاسماء على الشاشه واحنا بنعمل القرعه، ودولت اللي هي الاسماء البارزه ان هي هتكون في كاس العالم ان هي تعمل حاجه، وهنشوف هيطلع مين هو الهداف وهيجيب كام عدد الاهداف بتاعته. دولت معانا من 4 اهداف ل 10 اهداف. شفت ان هي تبقى واقعيه شويه، يعني 10 اوفر او بس بدايه من 4 ممكن تبقى هداف البطوله، وعندك على الناحيه الثانيه افضل لاعب في البطوله. فنبدأ بالهداف بتاع البطولة. سامعين بقى الصوت عشان هم كتير قوي، 13 لاعب. شوف مين فيهم هياخد الهداف. الهداف بتاع البطولة هيكون ده، هو اصلا ما صعدش من المجموعات. يبقى عندنا هداف البطولة ليفاندوفسكي. طب كنت هات هاري كين، كريستيانو، واقعية. شوف بقى يجيب كام هدف.
نشوف كام هدف هيجيبهم ليفاندوفسكي في كاس العالم وهو واقعي. ماشي، هداف ب6، تمام. وجات لحظة أفضل لاعب في البطولة. طب هاتها بقى هاري كين، هاتها رونالدو، يعني هاتها ميسي. تخيل بقى يجيب يعني اللي هو حد خرج من دور المجموعات أصلا ما صعدش. أفضل لاعب في بطولة كأس العالم قطر 2022 هو، ماشي ماليش دعوة، مولر. يبقى احنا كده عندنا في القرعة اللي طلعتها العشوائية بتاعت كأس العالم 2022 بطل البطولة هيكون انجلترا، هداف البطولة هيكون ليفاندوفسكي ب6 أهداف، ومولر هيكون افضل لاعب في البطوله. طبعا ديت كانت قرعه عشوائيه بتاعت كاس العالم زي ما قلنا، وديت كلها زي ما انتم شفتوا كده الهداف وافضل لاعب واللي هيفوز باللقب وحاجات احنا ملناش دعوه بيها. انا اخترت ان انا اعملها كده ان هي كرييتيف تتقال كده بالحظ، ماليش انا دعوه بان انا اتدخل في اي حاجه غير ان انا بسحب الورق ومش هقول اللي هو توقعاتي مثلا كذا كذا، اللي هو انا ما كانش ليا دعوه خالص، وهي ديت القرعه، هو دوت النتائج اللي طلعت قصادكم. بس هنشوف بقى مين هيتوج بكاس العالم دوت في قطر 2022. هل هنقدر احنا نشوف مفاجآت في دور المجموعات او في دور ال16 ونلاقي فريق حصان اسود كبير قوي في دور الاربعه، ولا هتمشي كاس العالم اللي هو كاس عالم كده محترم كلها فرق كبيره بتوصل وبتصعد وهنشوف ليله كبيره قوي؟ بس انتوا بقى توقعاتكم ايه وشايفين ايه اللي ممكن يحصل مع كاس العالم دوت، ومين الفرق اللي هتصعد وهتشجعوا مين في البطوله وبترشح مين للبطوله؟ لو انت وصلت لغايه هنا فما تنساش اللايك والسبسكرايب لو انت على اليوتيوب اول مره تشوفني، وهتلاقي تحت في الديسكريبشن لينك البيج بتاعت الفيسبوك تقدر تروح هناك وتدعمني فهكون شاكر لك جدا. ولو انت على الفيسبوك فلايك والفولو، ولو الحلقه عجبتك وعايز تشاركها مع اصحابك فممكن شير وبرضه هكون شاكر لك جدا. بس وفي الاخر ما تنساش تقول لي رايك وما تنساش تقول لي في الضحك اللي طلع دوت.